السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا هبه؟ وحشتيني. عامله ايه؟ انتي ايه اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كوريا اخبارها ايه؟ حلوه قوي يا خالتي. فعلا شكلك حبيتيها قوي 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 يا خالتي. بس يا اختي انا حاسه ان اللغه بتاعتهم يعني صعبه شويه كده، مش عارفه. بصي يا خالتي، طالما انت بتحبي الحاجه مفيش حاجه صعبه، بس انت عايزه شويه مجهود شويتين يعني. بس المجهود ده مش عليا يا بنت، مش انا حاسه ان انا ممكن اتعلمها يعني بسهوله كده. مش الكلمه اللي اسمها سارانهي دي معناها بحبك؟ ايه ده يا خالتي؟ ايه الشطاره دي؟ شوفي بقى يا بنت انا حرفان. ايوه طبعا. الموضوع سهل خالص. مفيش حاجه بتصعب عليكي يا خالتي. طبعا. يا أبلة هبة، يا أبلة هبة. اهلا اهلا. معلش، هو انت ممكن تشرحي لي القاعدة بتاعت الصفات عشان حاسة انها صعبة قوي. استخدام النين والإين في الصفه. ايوه هي دي. بصي يا ستي، القاعده دي سهله قوي. احنا بنستخدم الصفه النين او الإن عشان خاطر نوصف شخص او شيء. فبنعمل ايه؟ بنجيب الفعل وبنحذف الضاء، يعني بنجيب اصل الفعل وبنحط لو في باتشين بنحط مين، لو مفيش باتشين او في رين نحذف الرين وبنحط نين. تمام. اديكي امثله. يعني ماشي. مثلا لو يبدا يعني جميل بتكون يبن، نحذف الضاء ونحط النين يعني يبن. تمام. لو كده يعني كبير بتبقى كن. تمام. بصي يا ستي، في مثال تاني. لو وزي ما قلنا لو في باتشين بنحط زي مثلا شطة يعني جيد بتشون. تمام. او مثلا نحط يعني مثلا ايه ست صفة تاني؟ مش عارفة اقولك. جبتة يعني صغير وجب جبكن. تمام. في لما الصفة بتكون بنستخدم يعني في الفعل بتاع أوبتا يعني لا يوجد أو إتا بنحط نن زي مثلا ماشتا يعني لذيذ بتكون ماشنن امشك يعني طعام لذيذ. زي تشيمي إتا اللي هو interesting أو ممتع بيكون تشيمينن. فهمتي كده؟ فهمت. شكرا يا أبلة هبة. عفوا. البت أدرية دي شاطرة ونبيهة، لكن يا حرام السبع صنايع والبخت ضايع. تعرفي يا خالتي ان المثل ده في الكوري؟ ايه ده؟ زيه بالكوري. هم عندهم امثال؟ طبعا. فعلا؟ ايوه. وبيقول ايه المثل ده؟ المثل ده يا ستي بيقول ان بالكوري معلش عديها. ماشي. بيكون يوندو كاجي جيجو كاجنومي جونيو كوريغا اوبتا، يعني واحد عنده 12 موهبه بس ما عندوش حاجه ياكلها. يا كبدي. شفتي؟ طيب، ويعني الحلال حلو والله يا ولاد. بصي وازاي بقى بنتعلم منها يعني يا قدريه؟ احنا كنا بنتكلم عن الصفات. تمام. الكاجن دي الصفه من كاجيدا، يعني الصفه من فعل يملك. حلو اعلام حلو يا ولاد. طب ايه رايك انتي تساليني كده على مثل تاني اهو اشرح من خلاله يعني الادريه. حلو، نفكر. حلوه اللعبه دي، نفكر. افكر اشوف حاجه صعبه. بصي يا ستي، لقيته. الكحكه في ايد اليتيم عجبه. صعب. ايه يا ستي المثل ده؟ غلابتك لقيتها. يا بنتي يا قروبه. بيقول ايه بقى المثل اللي بالكوري ده؟ المثل اللي بالكوري بيقول ناومي بابايدن كونغي
كريبو بوين دا، يعني الرز بتاع التانيين الفاصوليا بتكون فيه باينه ان هي سميكه كده وكبيره. حلو. والله جوعتيني يا بنتي يا هبه. بالنسبة للقاعدة يا قدرية، دن دي الصفة من فعل دلدا. طبعا احنا عشان في ريل حذفنا ريل وحطينا النين فبقت ايه دلن. صح. بصي يا خالتي، الامثال دي طريقه حلوه خالص ان الواحد يتعلم منها، مش بس اللغه والقواعد، لا كمان بيعرف الناس بتاكل ايه وتشرب ايه وبيعبروا ازاي عن ثقافتهم. عندك حق والله. وبمناسبه الاكل، انا جعت قوي. وانا كمان. انا عندي شويه فاصوليا رز يستاهلوا بقى. الله، هو ده الكلام. قومي يا بنتي يلا ناكل. يلا يا قدرية.